ليه اوسبيلدونج تمريض وليه اجي المانيا علشان اعمل اوسبيلدونج تمريض؟ بص، لان اوسبيلدونج تمريض عموما اسهل مجال تقدر تجيب فيه عقد تدريب مهني جوه المانيا. ده اولا. ثانيا، مجال فيه عجز شديد في المجال الطبي، والمانيا بتهتم جدا بالمجال الطبي وان هي تغطي العجز اللي فيه. ثالثا والاهم، ان انت اثناء فتره تدريب الاوسبيلدونج في التمريض بتقدر ان انت تقبض مرتب محترم حوالي 900 يورو بعد الضرايب في اول سنه. وبعد ما تخلص اوسبيلدونج تمريض بيبقى مرتبك من 3000 ل 3000 ونص يورو بعد 3 سنين. واكيد بعد 3 سنين المرتبات هتزيد، بس مش الزياده اللي في دماغك يعني. علشان كده افضل مجال ان انت تجيب فيه عقد اوسبيلدونج سهل. وليه دايما اقول لك اوسبيلدونج تمريض؟ لان هو مجال سهل ان انت تجيب فيه عقد، وان انت تجيب فيه فرصه قبول عاليه جوه المانيا. لذلك تقدر ان انت ان شاء الله تجيب فرصه قبول كويسه فيه، وتقدر ان انت تجيب بسهوله عقد اوسبيلدونج تمريض ان شاء الله. بالتوفيق باذن الله، وربنا يكتب لك الخير. ولو انت وصلت للنقطه دي في الفيديو فشكرا جدا. شكرا جدا ان انت كملت الفيديو للاخر.